نعم سيدي أعزك الله. بهذه المناسبة السعيدة يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله بعض الشخصيات المغربية المدنية والعسكرية: السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، السيد رشيد طالبي العلمي رئيس مجلس النواب، السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد، السيد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، السيد سعيد إهراي رئيس المحكمة الدستورية، السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد بن عليلو وسيط المملكة، السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد خلي هنود رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الفريق محمد بريد مفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق الأول محمد حرمو قائد الدرك الملكي، الفريق الجوي محمد قديح مفتش القوات الملكية الجوية، العميد البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، العميد عز الدين خليل رئيس المكتب الثالث، اللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، العميد مصطفى حديود مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية، السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط: سعادة السيد محمد يوسف سفير جمهورية الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، سعادة السيد خالد بن سلمان جبر المسلم سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي العربي، سعادة السيد ريكاردو دياز هوشلينتر سفير مملكة إسبانيا عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي، سعادة السيد أرتورو جيبوكو كاسيدا سفير جمهورية البيرو عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي، سعادة السيدة أستانا بانو بنت شري سفيرة دولة ماليزيا عميدة السلك الدبلوماسي الآسيوي، رؤساء الكنائس والبيئة: مونسينيور إيميليو روتشا غراندي archevêque de Tanger، la révérende pasteur Karen Thomas Smith présidente de l'église évangélique au Maroc,
Monsieur Youssef Israël, grand rabbin de Casablanca. الله يبارك في عمر سيدي. شخصيات مدنية وعسكرية وعمداء السلك الدبلوماسي ورؤساء البيع والكنائس تقدموا للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.